بس اليوم جبت لكم طاجين المبطن للناس اللي خطرها في البطاطا البطنة ومش عارفة تديرها، أو البنوتات اللي جد الخشات المطبخ، أو اللي بياكلها بطريقة صحية حتطلع معها حلوة زي ما باين عليكم وجميلة جدا. وهيا نبدو في الطريقة. ولما تقصوها يطلع شكلها جميل ومرتب وممكن تديروها مني. الحشوة حشوة أي بطن مفروم، عندي بصل أبيض، بصل حويل وأخضر، وعندي معدنوس كيمياء كويسة وبشماط وثلاث تحيات، وعندي هنا فلفل احمر، فلفل اكحل وحرارات وطماطم معجون وملح. طبعا هنا الكفته انا ندير فيها نيه، تحطوا سمن لو تبوا، بس انا نبيها صحيه. في اللي يقول لي لا انا نحط الكيمه طايبه، هذه حاجه ترجع لكم، بس انا نيه. وهنا البطاطا ممكن تحطوها في الاير فراير لو تبيها صحيه، او تقلوها. طبعا القلي احلى. حطيت ورق زبده وستفت اول طبقه. هنا حنجيب 5 تحيات او حتى 6 طماطم، حنحط معجون وقرفه وشويه فلفل اكحل وملح، وحنخبط كويس. لو حسيتوها غليظ ممكن تضيفوا له شويه حليب. حنوزع نص الكميه تحت ونخليه يتوزع على كل البطاطا عشان تتماسك. وبعدين حنحطه طبعا تاني حاجه اللي هي المفروم اللي هو في النص، زي ما قلت لكم انا نحط فيه ني. في اللي يحب يحطها طيب، وفي اللي يحب يحط جبنه تحت، بس انا نبي طعمه بطاطا مبطنه ما نبيش نغير طعمها. حطينا الطبقة الثانية وحاولت هيك ندير فراولة عشان يتخلى الخليط الدحي وعلى الكوشة، وهيك صارت طايبة. وبعد ما تبرد كسوها تطلع تحفة تجنن تهبل. وطاجين المبطن طلع عندي يهبل وما يفرقش على المبطن المقلي. جربوه، الشباب المغتربين خطرهم في البطن لازم يجربوا الوصفة هذه، أو تقدموها بالشكل الحلو هذا وانتلاقوا في وصفة جديدة.